الله، نتمنى تكونوا على خير وبخير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية، وكنعتذر على الغيبة نظرا لظروف العمل. جيتكم بواحد الموضوع جديد كيف كتشوفوا في العنوان، علاش التشنج المهبلي ما كيتشافاش عند بزاف ديال البنات. السبب الحقيقي اللي ما حدش ولا شي واحد ما كيهضرش عليه، المهم بهاد الفكرة هادي غادي نحاول نشرح لكم بزاف د النقط اللي غادي يفيدوكم وتحاولوا أنكم تستافدوا منه. قبل ما تكملوا الفيديو ديروا إعجاب وتعليق وبارطاجيو باش هكا يوصل لأي وحدة كتعاني من التشنج المهبلي، باش هكا العائلة ديالنا تزيد تكبر أكثر وأكثر. بزاف ديال البنات كيعانيو من التشنج المهبلي، كيعيشوا في صمت، في خوف، في حيرة، كيسولوا نفس السؤال كل يوم: علاش ما تشافيتش؟ علاش كل ما نحاول نرتاح كيرجع الخوف اكثر من قبل؟ كاينه حقيقة بسيطة ولكن قوية ما حدش كيهضر عليها. التشنج المهبلي ما كيتشافاش بسهولة، لأن العلاج ماشي دواء، ماشي وصفة، وماشي جلسة واحدة وصافي. العلاج هو رحلة فهم ورحلة شفاء نفسي قبل ما يكون جسدي. من البنت كتعرض لتجربة خوف أو ضغط أو صدمة، الجسم كيتعلم يدافع على راسو، وكل ما كيحس بخطر كيسد كيتشنج. ولكن المشكل أن العقل كيبقى حافظ داك الخوف، حتى منين الخطر كيمشي الجسد باقي كيرد بنفس الطريقة. لهذا بزاف ديال البنات كيدوروا من طبيب لطبيب، يديروا تحاليل، ياخدوا أدوية، ولكن النتيجة كتكون نفسها، ما كيتبدل والو. لأنهم كيعالجوا النتيجة ماشي السبب. السبب هو الخوف، التوتر والضغط اللي تراكم على العقل والجسم. الشفاء كيبدا فاش البنت كتفهم راسها، كتقبل الخوف بلا ما تهرب منه، وكتبدا تهدي جسمها بالتدريج. العلاج ماشي سباق، هو خطوات صغيرة ولكن حقيقية. تثقفي راسك، تفهمي جسمك، تتصالحي مع الخوف، وتخدمي على الاسترخاء يوم بعد يوم. وكل مرة كتحسي فيها بتقدم، حتى لو كانت خطوة صغيرة، راه هداك إنجاز كبير. كل دمعة، كل لحظة إحباط، كل محاولة فاشلة هي جزء من الرحلة اللي غتوصلك للراحة. أنا كنقول لكل بنت كتسمعني اليوم: ما تفقديش الأمل، راه التشنج المهبلي ماشي نهاية، هو مجرد رسالة من جسمك كيقولك دابا انتي خفتي بزاف وخصك ترتاحي. فاش ترتاحي، فاش تفهمي، فاش تثقي في راسك، غتشوفي كيفاش جسمك كيرجع يتعاون معاك، وغتحسي بشفاء كيبدا من الداخل قبل ما يبان الجسم. الشفاء ماشي صدفة، هو قرار، صبر، إيمان، تحدي، وثقة بنفسك. كل بنت كتسمعني اليوم تقدري تكوني انت هي القصة الجاية ديال الشفاء، وتكون انت هي بطلة الفيديو الماجي وبطلة القصة الماجية. ما تنسونيش من لايك ومن بارطاج ومن التعليق، ودمتم متألقين. إلى فيديو جديد وإلى فكرة جديدة.